هدول رجال نتنياهو. ايوه قول له احنا لسه صامدين والعرب يتفرجوا كمان اللي قاعدين بيطلعوا علينا. حسبي الله ونعم الوكيل بس عليهم. ايش اللي شايله في ايديك؟ هذه اشلاء شهداء، هذه اطفال، هذه شهداء اطفال ما لهمش ذنب الا ان ذنبهم بس قاعدين في مراكز اللواء بس شاردين من الحرب والقصف برا. بس كان في مراكز اللواء ما فيش امان. وين نروح؟ وين نروح؟ انا بحمل اشلاء اطفالنا. احنا مستنيين ايه؟ يعني بعد كل اللي بنشوفه ده اشلاء وتقطيع، يعني مركز ايواء اللي هو المفروض اصلا المكان الوحيد اللي امن، يعني اسقطوا صواريخ على مركز الايواء ده. الصاروخ الواحد حجمه طن، انت متخيل؟ طن متفجرات بينزل على طفل بريء قاعد في مكان المفروض ان هو امان. تخيل اصلا الطفل ده بقى اشلاء، بقى حتت اتفرتك، طن متفجرات نازل عليه. واحنا كعرب يعني وكمصريين بالاخص فرق بيننا وبينهم سور، قاعدين بنتفرج عادي على الشاشات، ما عندناش اي مشكله. وكمان بننزل نشتري المنتجات بتاعتهم كمان. يعني احنا مش قادرين نصبر على نفسنا، مش قادرين نصبر ان احنا ما نشربش مثلا حاجه ساقعه وما نشتريش حاجه مثلا تبعهم يعني. وهم متخيلين هم صابرين على فقد الولد، صابرين على واحد صابر على ابنه اتقطع قدامه، ابوه مش لاقيه، اخوه ما يعرفش عنه حاجه، ممكن يكونوا اعتقلوه وانت ما تعرفش يعني اعتقال. يعني انت بقيت حيوان بالنسبه لهم. هم يطلقوا على العرب او على الفلسطينيين بالاخص الحيوانات، فبيعاملوهم يا ريت معامله الحيوانات، لا ده بيعاملوهم معامله اقل من معامله الحيوانات. يعني في جمعيات بتدافع عن الحيوانات، مفيش بقى جمعيات بتدافع عن البشر اللي هم اخواتنا ومسلمين وعلى نفس المله وعلى نفس الدين، واقول لك ايه، وعلى نفس المنهج. انت متخيل اللي احنا فيه وصلنا لايه؟ احنا مش قادرين نصبر على شويه حر، مش قادرين نصبر. يعني لو بعدت عن المروحه شويه وبعدت عن الظل شويه بتبقى خلاص يعني جبت اخرك. تخيل واحد بقى قاعد بيته انهد واهله ماتوا وراح قاعد يدور على مكان ما لقاش غير مكان فاضي شويه رمل، فجاب حته قماشه عملها خيمه، رمل مولع ومفيش حمام، ولو معاه زوجته هتروح تعمل حمام ازاي؟ انت متخيل اصلا كميه الوجع والتعب اللي هم فيه؟ واحنا يعني ان احنا وصلنا لدرجه ان احنا كمان بنقلب في التلفزيون بنشوف المشاهد دي اللي بقلب عشان خاطر ما انا عرفت. يعني احنا بقينا خنازير، اقسم بالله بقينا خنازير. اخواتنا المسلمين بيحاربوا عن المسجد الاقصى اللي هو ما يخصش الفلسطينيين اصلا. يعني المسجد الاقصى ده مش بتاع فلسطين بس، ده بتاعنا كمسلمين وبتاع اي واحد مسلم من المليار ولا الاتنين مليار اللي موجودين في الكرة الارضية. كل واحد مكتوب في بطاقته مسلم، القضية دي تخصه، المفروض يدافع عنها. انت بقى عشان كبني ادم عادي من الشعوب العربية المربوطة المتساقة زي البهايم، فانت مش عارف تعمل حاجة. كل اللي تقدر تعمله ايه؟ اولا لازم يبقى فيه ارشاد وان انت توعي غيرك اللي مش عارف. ما هو عامة الشعب معظمها ما عندوش ثقافة، يعني الشعب المصري او ما بيتابعش سياسة او ما بيتابعش اخبار الدنيا اللي هو عايش فيها يعني. فانت لازم تكون نقطة فارقة في الموضوع ده عشان تلاقي حاجة تكون حجة ليك قدام ربنا. اما تيجي تقف قدام ربنا يوم القيامة ويسألك انت عملت ايه ولا قدمت ايه للناس اللي بتتقطع وبيوتها بتنهد ومفيش مدارس ومفيش حمامات ومفيش صرف ومفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة اصلا يعيشوا عليها. واحنا عندنا كل حاجة وزهقانين، شوية حر زهقنا، شوية زعل او مشكلة احنا الدنيا اتقفلت في وشنا. اقسم بالله ده احنا يعني مش الخنازير دي شوية يعني، اقسم بالله ده احنا ما عندناش اي بص يعني اي حاجة تدل ان احنا بني ادمين. احنا بقينا نتفرج على الناس وهي بتنقتل وعادي، ممكن تقلب وتتفرج على فيلم وتضحك انت وعيالك والدنيا جميلة، واخواتك جنبك ما بينك وبينهم سور حديد. انت متخيل؟
اليهود بقى اللي هم عدوينك قبل ما يكونوا عدوينهم بيفرتكوهم، بينكلوا بيهم. بص بيعملوا كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش. انا متخيل واحد يجيب واحد من وسط اهله يربطوه على مقدمه الدبابه عشان خاطر يحميهم من مقاتلين حماس. يجيب واحد يفضلوا رابطين رجله بيقولوا عليه ايه، الحديد او الكلبش ده، لحد لما رجله من كتر الحز فيها بالبلدي كده بتنقطع، بتتبتر. هو عمل ايه؟ هو عمل ايه غير ان هو بيدافع عن ارضه وعن بلده وعن معتقده وعن دينه؟ طب هو بالنسبه لهم ان هو بيعمل حاجه غلط، بالنسبه لليهود ان ده بيعمل حاجه غلط، يعني على اساس ان المسجد الاقصى بتاعه. احنا بقى ايه لازمتنا؟ ايه لازمه الجيش والاسلحه وايه لازمه بقى الابطال اللي هم بيجوا ويحطوا زيت على صدرهم دوت ويفضلوا ينفخوا ويعملوا بتوع القوات المسلحه والصاعقه وكده؟ ايه لازمتهم بقى غير في الوقت ده؟ ايه لازمه الاسلحه؟ ايه لازمه الديون اللي احنا بنداين بيها نفسنا وبنجيب بها طيارات ودبابات واسلحه وبوارج وقصص كبيره كده وركنهم بقى لحد لما يصدوا، والناس دي بتتفرتك. الناس دي عندهم وجع انت مش متخيل ولا مركز ولا اصلا في الموضوع. لو فكرت في الموضوع كويس قوي هتلاقي ان احنا هنحاسب قدام ربنا، هنحاسب قدام ربنا عشان الناس دي عملت ايه؟ واحد ماسك ابنه متقطع، انت متخيل؟ انت لو اصلا اقول لك ايه، ربنا ما يكتبها على حد يعني، بس انت لو حصل معاك موقف زي كده تخيل كمية الوجع اللي في قلبك. ابنك متقطع قدامك، ابوك او اختك او اخوك بيتنكل بيه انت مش قادر تعمل حاجة. يعني لو ملطوا قدام حريمهم في الشارع وبينكلوا بيهم وبيعذبوهم، فاضل تاني؟ ولا ما عادش ليك بيت وما عادش ليك مكان وما عادش في مدارس وما عادش في اكل وما عادش في شرب، مش عارف تعمل حمام. يا راجل ده بيجيبوا براميل وبيحطوها بيفحطوا في الارض جنب الخيمه عشان يعملوا حمام. وفاضل تاني؟ احنا هنتحرك امتى؟ احنا لازمتنا ايه؟ الناس دي ذنبهم في رقبتنا، اقسم بالله دمهم في رقبتنا. احنا حاول يعني انت ايه اقل حاجه تقدر تعملها؟ يا عم انت خايف من السياسه وخايف من الدوله وخايف من ان انت يحصل لك حاجه وخايف على عيالك لو اتخذت من وسطهم بسبب كلمه حق قلتها. يا عم قاطع انت مش قادر تصبر على حاجه ساقعه او كيس شيبسي او ايا كان او كيس اريال او ايا كان، يعني المنتجات اللي بتاعتهم اللي بتساعدهم اللي بياخدوا فلوسها من حضرتك عشان تبقى فاهم بس وواعي ومفيش حد يضحك عليك. بياخدوا فلوس الحاجه اللي انت بتشتريها دي بتروح للخزنه بتاع اسرائيل تشتري بيها اسلحه عشان خاطر يعملوا الكلام ده في اخواتك دول. متخيل انت بتعمل ايه فيهم؟ انت اللي بتقتلهم، والله انت اللي بتقتلهم. لو فكرت فيها من فوق كده هتلاقي نفسك انت اصلا مشارك اليهود في قتل الناس دي. انت هتقول لي ايه ربنا؟ هتقف قدامه تقول له ايه؟ هتقول له ايه لما ابو الطفل ده يجي قدام ربنا؟ انت هتقول له ايه؟ هتقول له انا كنت بتفرج على التلفزيون وبنزل العب كوره والدنيا جميله يعني، وممكن اروح اجيب سجارتين كمان اروق على حالي واروق وافوق وابقى زي الفل. الناس اللي بتقطع المسلمين اللي هتقف قدام ربنا ومش هتعرف جلد وشك هيقع عشان مش عارف تقول لي يا ربنا. اتقوا الله عشان خاطر احنا في مصيبه. احنا فعلا في الوقت الحالي انت بتشهد انت بتشهد التاريخ المستقبلي. انت شايف التاريخ حقيقي فعلي بقى اكنه فيلم، بس هو مش فيلم، ده حقيقه، هو ده التاريخ بتاع بكره. فانت لازم تكون شاهد عليه، لازم توثقه، لازم تنشر الوعي، لازم تفهم الخنازير اللي في الشارع اللي بتروح مش فارق معاه حاجه، بيروحوا يشتروا وبيروحوا يعملوا
وبيضحكوا ويرقصوا. الاسود من كده بقى يعني بلد الدين وبلد الاسلام السعوديه، حفلات ورقص ويشتروا لعيبه والدنيا جميل. واخواتي المسلمين في حسره فعلا، في مصيبه لا ناصر لهم الا الله. والله ما في حد يعني ما بينصرهم غير ربنا، عشان هم ولا عرب نافعين لهم لازمه، ولا مصريين، ولا اردنيين، ولا اي حد. كل الناس في اصل السعوديه والاردن بيوصلوا الاكل لاسرائيل عن طريق الاراضي بتاعتنا. يعني انت متخيل اليمن وبيضربوا السفن اللي بتودي لليهود الاكل، فالاردن والسعوديه عملوا طريق بري ووصلوا لليهود الاكل بتاعهم. انت متخيل القرف اللي احنا وصلنا له. بلد مسلمه زي السعوديه هي اساسا اصل الدين الاسلامي، الدين الاسلامي نشأ فيها، وتخيل في موقف زي ده وفي كارثه زي دي لاخواتهم المسلمين السنه زيهم بيحاربوا اليهود، فيجوا بتوع السعوديه يقوموا موصلين لليهود الاكل بتاعهم عشان ايه؟ يجمدوا بقى عشان خاطر يقتلوا فيهم اكتر. انت واخد بالك؟ ده جنان، اقسم بالله جنان. الناس دي هتقابل ربنا تقول له ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الدنيا لا هي الا قصه قصيره وستنتهي وسنقف امام احكم الاحكامين. وتاني اللي مريح قلبي ان في اخره كل واحد هيتحاسب عن اللي عمله. كل واحد ظلم هياخد حقه بيه، كل واحد له حق هيرجع له، وقتها مفيش مفر. زي الدنيا كده بتطلع من اللي انت عملته بمحامي بفلوس بواسطه، بس يوم القيامه مفيش ولا محامي ولا في فلوس ولا في واسطه. سنلتقي ان كان في العمر بقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.